بس احاول كده قدر المستطاع ان البياع ما ياخدش باله، عشان لو البياع ياخد باله ممكن الموبايل يتسحب مني. الفيديو ده ما كانش هيتصور النهارده خالص، بس انا كنت كاتبه تعليق لاحد المتابعين ان هي بتسال عن عنوان الاماكن الرخيصه في الوكاله، فانا جيت قلت لها هنزل يوم السبت كل التفاصيل. فاتفاجئت النهارده الجمعه الساعه 4 الفجر دلوقتي، والمفروض ان انا هنزل يوم السبت، واحنا عارفين ان وعد الحر ايه دين. المهم رحت لبست وقلت انا هصور الفيديو دلوقتي، فيا رب اقدر اعمل مونتاج بسرعه عشان ينزل على القناه. يلا بينا. انا جيت يا جماعه. زي ما فهمتوا كده من الحوار اللي انا اتكلمت فيه ده، ان النهارده هتكلم عن ارخص اماكن في الوكاله، ومصوره كل ستاند واشتريت منه ايه. فلو انتم مهتميه تابع الفيديو ده وهاتوا كوبايه شاي زي بتاعتي. يلا بينا، فنجان شاي. الفيديو ده لو باظ النهارده هيبقى بسبب اللياقه دي، عشان كل شويه بتترفع مش عارفه فيه ايه، فهحاول اخلي بالي. وكوبايه الشاي كانت هتدلق عليا من دقيقه يعني، فربنا يستر. طيب انا ليه عملت الفيديو ده وايه فكرته، جاتلي من ايه وكده؟ جاتلي ان انا كل ما انزل فيديو قصير على النت الاقي ناس كتيره بتقولي الاسعار دي فين، احنا بننزل ما بنلاقيش الاسعار دي. والبلوجرز كتير المشاهير بقى، يعني انا مش مشهوره قوي بس في بلوجرز بيصوروا ويقولوا احنا جبنا القطعه ب50 القطعه ب30، وبينزلوا عند نفس الراجل عشان بيبقوا كاتبين عناوين يلاقوا الاسعار 600 و700. فللحاجات الشتوي والحاجات الصيفي 150 200 كده. فالمهم ان هم قالوا لي انت ازاي بتجيبي اسعار ال50 جنيه وال40 جنيه دي، بتتجاب منين؟ فانا قلت لهم الكلام ده من شهر، قلت لهم انا هحاول انزل، وكل ما انزل هصور الستاند بعنوانه، وكمان هصور الستاند بتفاصيله وسعره وهشتريت منه ايه. بيحصل لي مشاكل كتير قوي في تصوير في الوكاله، ان البياعين ما بيحبوش حد يصورهم، مش عارفه وجهه النظر ليه، بس انا ما بحبش حد يصورهم. فانا بحاول انا اصور المفيد علشان افيدكم بس كده، وربنا يبعد عننا المشاكل يا رب. طيب انا اول حاجه هديكم نصيحه ازاي تشتري حاجه رخيصه من الوكاله. لو انت نازله على فئه ان انت عايزه تشتري بلوزه مثلا ب10 جنيه، فانت هتقفي على الستاند اللي هو 10 جنيه بس، ما تقفيش على الستاند اللي جنبه اللي ب100 جنيه. انا بعمل كده، ببقى نازله اقول النهارده انا هشتري، هدور على جاكيت ب50 جنيه، بدور على الستاند اللي ب50 جنيه بس، ما بقفش على الستاند ب 250 جنيه. يعني بشوف الاتنين دي باخد بالي منها قوي، وفعلا بيحصل ان انا بقف على الستاند اللي ب50 جنيه وبلاقي فيه حاجات. فلو انت عايزه تشتري حاجه رخيصه هتقفي على الستاند الرخيص وهتنقي منه الحاجه اللي انت محتاجاها، وحظك يبقى حلو لو لقيتيها. ده اول نقطه. تاني نقطه بقى واهم نقطه عندي، اللي انت المفروض يكون خيالك واسع. مش لازم تلاقي الحاجه مهندمه والحاجه محطوطه مغسوله مكويه علشان نشتريها، لا. انا ساعات كتيره بشتري حاجه بيبقى فيها غلط، بصلح الغلط ده. فيها بقعه بمسح البقعه، لو فيها مثلا حاجه مقطوعه بحاول اخيطها، لو فيها حاجه محتاجه تتطرز تمام، لو في زرار ناقص تمام. فاحنا بنشوف الغلط هنقدر نصلحه وبنشتريه. فما فيش معلومه ان انت تدوري على حاجه كويس قوي عشان لو لقيتي فيها بقعه ارميها او سيبيها، او لو لقيتي فيها قطعه صغيره سيبيها. لا، في حاجه بتبقى قيمه قوي وبتلاقي فيها بقعة او بتلاقي فيها قطعة انت تقول احنا هنصلحها، علشان احنا بنستهدف حاجة معينة، بنستهدف ان احنا هنقف على ستاند ال50 جنيه ده وهنجيب حاجات قيمة منه. واغلبية الوقت غلطات بسيطة جدا، يعني اغلب الحاجات اللي انا كنت شاريها بيبقى فيها بقعة صدى، زرار واقع، قطعه صغيره قوي كده ممكن تتراح للرفه ب20 جنيه هتتعمل. عموما يعني ان انت لازم يكون خيالك واسع علشان تنقي الحاجه. يعني مش اول ما تشوف القطعه دي، لو انت حتى لقيتها مدهوس عليها كده بالجزم ومطينه، خديها وقولي انا هعمل منها حاجه، وتخيلي كده وانت لابساها مثلا، او انت هتطقميها ازاي. زي الجاكيت اللي انا لابساه ده، انا كنت على فكره شاريه من الوكاله وانا بحبه قوي بحبه قوي. انا اتكلم معاكم على اول قطعه انا اشتريتها من الوكاله، ودي كانت يوم سبت. القطعه دي قطعه كبار ماركه سبلاش، بس انا جايباها من ستاند اطفال، والستاند ده كان فئه ال10 جنيه. انا اول ما مسكته من كتر ما هو كان على ستاند اطفال، فانا قلت هو ده لبس اطفال، بس انا حسيت ان الحرده دي مش حرده اطفال. المهم ان انا لبسته في الشارع، قسته كده بسرعه لقيته مقاسي. وفي ست انا لسه فاكراها كويس قوي قالت لي على فكره انا كنت هاخده لبنت اختي بس طلع كبير عليها شويه، فهو يا دوب جاي عليكي. هو فعلا طلع مقاسي، وكنت فاكراه ان هو ناقص زراير، طلع مش ناقص زراير، ده الزراير بتاعته مخفيه، اللي هي بتبقى زراير مخفيه كده. وغسلته وكويس قوي. تعالى بقى نشوف الستاند اللي انا اشتريت منه. اشتريت الستاند ده كان عند، يعني انت بتعدي من عند دار القضاء العالي، بتعدي الطريق تحت الكوبري بقى في اول الوكاله خالص بتلاقي الستاند ده محطوط. وكان الستاند محطوط ب10 جنيه. اغلبيه الستاندات اصلا اللي محطوطه في المنطقه دي استندات رخيصه،
يعني 10 جنيه 50 جنيه 45 35 25. بس انتي حاولي تدوري فيه ببال رايق كده، وقلت لك خلي خيالك واسع. على فكره انا اشتريت من المنطقه دي كذا مره في كذا يوم، مش المره دي بس. واغلبيه الحاجات اللي اشتريتها منها كانت ب 15 جنيه وب 20 جنيه، وانا شفتها وانا وريتها لكم في الفيديوهات اللي فاتت، بس انتوا كنتوش عارفين في انهي ستاند. فممكن احط لكم الفيديوهات هنا علشان تبقوا تعرفوا الحاجات اللي انا اشتريتها قبل كده من المنطقه دي. تاني قطعة هتكلم عليها النهارده وهو البنطلون ده. عجبني جدا قماشته، فيه لمعه بسيطه كده ومخطط. الغلط اللي فيه ان كان في حد مركب له استك بالطريقه العشوائيه دي، فانا ممكن اللي انا اصلحها عادي. وكان في فتق في الجناب، انا خدت بالي منه طبعا وانا بغسله. انا مش فاكره الفتق، انا مش فاكره يعني، انا مش شايفه الفتق دلوقتي. استنوا كده ادور لكم عليه. اهو الفتق اهو، فتق صغير خالص. فانا هخيطه خالص عادي، هخيطه على المكنه. وكنت شارياه ب50 جنيه، وكان فيه بناطيل حلوه كتيره قوي على الستاند ده. الستاند ده موجود عندي الصيدليه اللي في الشارع الرئيسي اللي هو عند كوبري. انا بصراحه مش فاكره الشارع اسمه ايه، بس هو موجود في الشارع الرئيسي بتاع شركه الكهرباء. انت بتمشي كده بقى ايه اكنك رايح عند شارع زكي السماك، بس هو مش في شارع زكي السماك، هو في الشارع الرئيسي. بس طبعا انا بعرف مقاس البنطلون من الرقم اللي مكتوب عليه، او بمسك بالوايم كده بعرفه. لو انت مش هتعرفي قوي مقاساتك في البناطيل، فانت هتقيسي اي بنطلون عندك بالمزوره، وتبقى انت عارفه تكتبي كده مقاسك. ان انت مثلا عرض الوسط 42 مثلا او 32، فانت هتكتبي مقاسك عشان ما تنسيش، وتاخدي المزوره معاكي تقيسي عادي خالص. طريقه كده بيقولوا عليها اللي هي نعمل الحاج ده على رقبتنا، بس يعني انا مش مقتنعه بيها يعني. نتكلم بقى على الصفقه النهارده. الصفقه بتاعت الفيديو ده ان انا اشتريت ترانش كوت، واشتريت الجيليه ده. انا من محبين الجيليه ده. انا حاسه ان في منديل، في منديل عشان انا خرجت بيه فعلا. طيب بصوا يا جماعه، انا هقول لكم ليه ده صفقه. دول انا اشتريتهم كان يوم حد، او كان يوم حد اعتقد. انا كنت رايحه مشوار عند البنك الاهلي كده، وكده دخلت من الشارع اللي جنب البنك الاهلي جنب الكنيسه. دخلت يعني، بصوا انا هوريكم دلوقتي المنطقه قبل ما اوريكم الحاجه عشان تبقوا فاهمين. فلما دخلت المنطقه دي لقيت استندات جواكت كتيره قوي، وحاجات شتوي وحاجات صيفي كمان، عشان ايه يعني هم داخلين يعني بيبيعوا ده على ده. لقيت الستاند ب50 جنيه، وما كنتش متوقعه ان انا ممكن الاقي فيه حاجه عدله يعني ب50 جنيه جاكيت. اذا كان اصلا الاستندات اللي عند شارع زكي السماك بقى قدام زكي السماك ذات نفسه الاستند ب 350 و250، والجاكيت اصلا مش داخله دماغي، تحسيها قديمه كده. انت عشان تشتري جاكيت من شارع زكي السماك نضيف هيعدي 700 جنيه، فاللي هو 50 جنيه على استندات جواكت ازاي؟ المهم حب استطلاع دخلت عنده وصورت فيه. بصوا يا جماعه، اشتريت ده اول قطعه. دي هي شكلها كبير قوي يعني، انا اول ما مسكتها في الشارع كان شكلها كبير قوي، بس انا لما قستها لقيتها مقاسي. المهم ان الجاكيت ده كان فيه عيب خطير قوي، ان كان هنا الحته دي كلها كده كان فيه علامه جزمه. انا مش عارفه هي علامه الجزمه دي جت على قفا الجاكيت ازاي، بس ما علينا يعني. انا غسلتها كويس والحمد لله نضيف. عجبني قوي البيتونه اللي هي لونها اورنج وهو لونه فوشيا، بلبسه بقى على اي حاجه. لبسته على لون اسود، لبسته على لون ابيض. المهم ان اول مره اجيب حاجه باللون ده، وكنت بقعد افكر يعني يا ترى اللون ده هيليق عليا وكده، بس حب استطلاع انا اشتريته، والحمد لله ان انا اشتريته. ده اول قطعه، وكان براند مش عارفه براند اسمها ايه، ريفوليوشن، معرفش البراند دي اصلا. بصوا حتى هتلاقوا فيه بواقي علامه جزمه، بس البواقي دي ما طلعتش. في زي بقعه لونها اسود كده، شايفينها؟ البقعه دي كانت على القفا كله اصلا، كانت على الرقبه كلها. ايه قفا دي؟ اللي انا بقى فرحانه بيه الترانش كوت ده. اولا هو شكله مش مصري، شكله يعني براند، حاساه مثلا مصنوع في ايطاليا، في باريس حاجه كده. هو ترانش كوت حاساه برضو من الستايلات اللي هي القديمه شويه، مش اللي هي جديده. بس انا قلت لكم في اول الفيديو انا بختار الافضل مش الاحدث. لازم تفتكروا الكلمه دي طول ما انا بوريكم مشترياتي. المهم ان عجبني قوي، وفي هنا زرار، وفي من ورا اللي هو قصه الترانش كوت دي، وحزام محترم. المهم انا استغربت ان هو ب50 جنيه ليه، وجبته الحمد لله طلع مقاسي بالظبط. في الاخر خالص بعد لما روحته وغسلته اكتشفت ان هو ناقص الزراير دي. حتى بص علامه الزراير اهي، بس هي الزراير مش موجوده. فانا ممكن ان انا هحط زراير عادي خالص جديده. موسم الافراح في الشتاء اشتريت ده، كنت شارياه من الشارع الضيق اللي هو ممكن نخش له من عند زكي السماك، بنخش على الشارع على نصيته محل جزم اسمه ضل على رجلك باين حاجه كده.
وقصاده جامع. انت بقى بتخش الشارع ده بتاع السجاجيد والستاير. يعني انت حتى لو انت مش هتاخدي بالك من بتاع الجزم، فين تقولي فين الشارع اللي في الوكاله بيبيع سجاجيد وستاير وقماش، هتخش الشارع. انا بقى جايباه من الاستاند، من واحد واقف في الشارع ده، اول الشارع خالص جنبي بتاع سجاجيد جنب الجامع. البلوفر ده كان براند من كندا، وكان ب20 جنيه، وجا مقاسي. ممكن البسه في اي فرح او في اي سهرة، عليه بليزر كده اسود هيبقى عسول خالص. وحسيت ان هو مختلف. انا كنت ممكن ما اجيبهوش، بس انا حسيت ان هو انا محتاجه حاجه زي دي في دولابي، عشان ما عنديش اي حاجه للافراح. بصراحه الحاجات اللي انا اشتريتها المره دي حسيت ان هي صفقه، خصوصا باسعارها. في على فكره زي بلوزه كده انا شارياها لولي من زارا، لونها ابيض، بس انا مش فاكره هي محطوطه فين اصلا، فممكن اوريها لكم في الفيديوهات الجايه، علشان في برضو حاجات كتير عايزه افهمها لكم، واماكن تانية صورتها. وكمان انا لقيت حاجات وكمان انا لقيت بيج اونلاين بتبيع لبس الوكاله بالظبط بنفس الاسعار. اخر الفيديو يا رب يكون عجبك واستفدت من الحاجات اللي انا قلتها. واي استفسار اكتبوا لي في التعليق وانا هرد. انتوا عارفين انا برد، ما بسيبش تعليق غير لما برد عليه. مش عشان انا انسانه فاضيه ومش ورايا حاجات في الحياه، لا، عشان انا بفضي وقت ان انا هرد على الناس دي. طالما انا عملت فيديو يبقى هرد عليه، علشان انا مش بعمل فيديو واحد وخلاص. تمام. المهم، لو عجبك الفيديو اعملي لي لايك واعملي لي اشتراك وفعلي زرار الجرس عشان يوصلك اي جديد انا بعمله، علشان الحمد لله حاسه محدش بيضغط على زرار الجرس ده خالص. وتابعينا الفيديوهات الجايه، ويلا باي باي.